السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنخلل مع بعض في فيديو النهارده حبيبي الملايين الفسيخ. النهارده باذن الرحمن هنعمل مع بعض فسيخ كده، حاجه كده فوق الجمال. انا اول مره كنت اخلله، بس بصراحه النتيجه عجبتني جدا جدا جدا. ما شاء الله الفسيخ طلع طعمه ولا اجمل من كده، مفيش زفاره، مفيش ريحة وحشة كده اللي هو اللي بنشمها في ريحة الفسيخ اللي بنشتريه من بره. لا بجد، ريحته كانت تحفة وطعمه كان جميل جدا جدا. اهم حاجة تمشي على الخطوات اللي انا هقولها لك زي ما انا عملته بالظبط، وان شاء الله هتنبهري من النتيجة. زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت عامله فسيختين اتنين بس. حبيت ان انا اعمل اتنين بس لان كنت اول مره، بصراحه مش هكذب عليكم، كنت اول مره اخلله، فكنت خايفه لا يبوظ مني او كده. فالحاجات دي عادت غاليه دلوقتي، فمبقاش خسرت كميه كبيره. فقلت هجرب في اتنين الاول، وبعد كده لو نجح معايا الطريقه نعمل بقى ايه براحتنا كده، كيلو اتنين وتلاتة. بس اهم حاجه نشوف الطريقة الأول وازاي بقى ايه التمليح الصحيح ليه. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت بوريتين كده زي ما انتوا شايفين، بس اهم حاجة يكون بوري ما يكونش طبارة. البوري بتبقى البوزة بتاعته عريضة كده شوية، لكن الطبارة بتبقى البوزة بتاعته رفيعة. فكوني ايه مركزة كده وانت بتشتريه، واهم حاجة يكون طازة. زي ما انتوا شايفين كده جبتهم وغسلتهم كويس وسبتهم في شفشق كده. يعني جبت شفشق وفضلت موقفاهم كده حوالي 3 4 ساعات على بوزهم كده، يعني حطيتهم واقفين علشان ينزلوا كل المية اللي فيهم. وطبعا شفتم دي كانت تاني مرة ارمي المية منه، بتقعدي ترمي المية كل شوية علشان ينشف معاكي بسرعة. وبعدين زي ما انتوا شايفين بقى جبت كده مناديل من بتاعة المطبخ، وبدأت ان انا انشف الخياشيم بتاعته، بس بالراحة علشان البطن ما تتفتحش منك وتخرج اللي فيها. احنا عايزين نفضل محتفظين كده بالاحشاء بتاعته عشان مفيش حاجة تبوظ مننا. نشفته كده كويس بالمناديل لحد ما خليت مفيش فيه مية خالص. نسيبه كده في الشتاء، يعني اللي احنا فيه ده حوالي 6 7 ساعات كده. يعني ممكن تجيبيه من الصبح وتغسليه وتشتغلي فيه بالليل، لكن انا بصراحة ما حبيتش ان انا ابيته يعني للصبح، خفت لا يبوظ وكده او يطلع ريحة. فانا حبيت ان انا اعمله بالليل قبل ما انام. زي ما انتوا شايفين كده جبت معلقتين كبار هرميين كده من الملح، يعني يكونوا معلقتين كبار، لان الفسيختين يعني حجمهم مش كبير قوي، هم حجمهم متوسط. فحطت لهم معلقتين كبار كده من الملح، لكل فسيخايه معلقه كبيره من الملح. وطبعا حطيت معلقه من الشطه صغيره ومعلقه من الكركم. الكركم عشان يخلي لونه اصفر كده وجميل زي اللي احنا بنجيبه من بره. وطبعا مليت الخياشيم بتاعته كده من الملح. عايزه تعمليه بملح ناعم براحتك، عايزه تعمليه بملح خشن لو متوفر عندك هيبقى احلى. بس بصراحه الملح الناعم برضو طلعه جميل وما كانش فيه اي عيب خالص. جبت كيسة كده زي ما انتوا شايفين وغلفتها كده بالملح الاول من تحت، وبدأت ان انا احط كده الفسيخ وغرقته كده بالملح زي ما انتوا شايفين زي ما بيقولوا. وطبعا حطيت ورقتين من الورق اللوري علشان برضو ايه يديله كده كمان طعم حلو. دي تكاية بتخليه حلو قوي. حطيت كمان كده معلقتين من الزيت وقفلت بقى الكيسة كده كويس. اهم حاجة في الفسيخ علشان ما يبصش منك، تملي الخياشيم بالملح، تحطي معلقتين الزيت وتكبسي الكيسة كويس، ما تخليش فيها هوا خالص خالص. يعني ايه نكبس الكيسة كده كويس ونخرج منها الهوا نهائي. وطبعا ايه توصي كده بالاكياس. انا حطيته في حوالي 7 8 اكياس، يعني انا كنت عايزاه ايه ما ينزلش المية بتاعته ولا يخرج إيه ريحة كده في المطبخ، لان جوزي اصلا ما بيحبش الفسيخ. فانا كنت بعمل ايه الحاجات دي ليا انا، يعني جوزي ملوش في الفسيخ خالص. يعني يوم ما بيعرف ان انا هاكل فسيخ بيبقى عايز ايه يطردني من الشقة اصلا. فزي ما انتوا شايفين كده حطيته في الاكياس وفضلت ايه اخرج برضو الاكياس منها الهوا كده. شايفين قاعده بحط في اكياس والف واخرج الهوا، الف واخرج الهوا. دي برضو من نجاح الفسيخ. اهم حاجه زي ما قلت لكم هنملأ الخياشيم بالملح والشطه والكركم كويس، ونحط معلقتين الزيت ونكبس بقى زي ما انتوا شايفين كده بالاكياس. وكمان هنحطه، على فكره انا حطيته في علبه تلاجة، وعندك بقى ايه خليه في المطبخ كده عشان يكون في حراره المطبخ لاننا طبعا في الشتاء. وعلى فكره بيقولوا لك بقى الفسيخ بيقعد 15 يوم في الشتاء ولا 20 يوم. انا اكلته في 8 يعني 8 ايام. عملته يوم الجمعه اكلته يوم السبت. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
النتيجة أبهرتني. هنا بقى بعد 8 أيام فتحت عليه كده. شايفين أنا كنت على فكرة بفتح وأنا مرعوبة قاعدة أقول يا رب يطلع كويس معايا، لأن أنا أول مرة كنت أخلله في حياتي، يعني أول مرة أخلله. كنت على طول بجيبه من بره، بخاف إن أنا أخد خطوة زي دي وأخلله فيطلع مني بايظ. بس الحمد لله النتيجة أبهرتني، اللهم بارك. الفسيخ ما عادش أصلا، أنا أكلته ويعني ايه ندمت ان انا عملت 2. كنت قلت يا ريتني كنت عملت 3 ولا 4 ولا 5، يعني حاجة كده تقعد عندي. بس ان شاء الله هنخلل بقى على العيد بإذن الرحمن. شايفين بقى الجمال، حاجة كده زبدة الأكياس وانا بفتحها كده غرقانة كده بسمونية البوري. ودي حاجة طبعا لازم نكون متأكدين منها، ونكون واثقين في الشخص اللي احنا بنجيب منه البوري، ونكون عارفين المكان اللي احنا بنجيب منه البوري ده البوري بتاعه سمين ونضيف كده، وحاجة مش مغشوشة، عشان يطلع معاك الفسيخ ناعم وزبدة كده وطري، ما ينشفش منك. شايفين اللهم بارك، حاجة كده تحفة. معلقتين الزيت كده عطياله لمعان كده جميل، اللهم بارك. شايفين الجمال والحلاوة، حاجة كده تحفة. الفسيخة كده طرية خالص، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين البطروخ خرج منها ما شاء الله، كمان الفسيخ كان مبطرخ، حاجة كده تحفة. شايفين بقى الجمال والحلاوة، حاجة كده عايزة ايه يعني؟ أنا خلصت الفسيخ كده وانا قاعدة اصور دي اجري عليه. شايفين الجمال، شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون الورد بقى اللي احنا ايه بنجري كده ونشتريه من بره وندور على مكان نضيف نجيبه منه، لا احنا عملناه في البيت. شايفين الجمال، حاجة كده اللهم بارك، تحفة 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 الصراحة. يعني انا كنت حطيته عندي على صفحة الفيسبوك، لقيت واحدة بعتله وبتقولي انت بتبيعيه. حاجة كده اللهم بارك. جمال. شايفين البطروخ عامل ازاي؟ حاجة كده تحفة. والله انا مش بشكر فيه عشان انا اللي عاملاه، انا اساسا كنت اول مرة اعمله، بس بصراحة النتيجة ابهرتني. مسكته بقى نضفته كده وهحطه بقى في علبة تلاجة، عليه خل وليمون كده وشوية زيت. وبقى ايه كل شوية كده بقى كنت بغطس كده واروح التلاجة واقعد اكل كده. انا بصراحة من عشاق الفسيخ، يعني انا ما بحبش الرنجة قد ما بحب الحاجات الحادقة اللي هي الفسيخ، السردين، البسارية. برضو كنت مخللة البسارية كانت تحفة. ان شاء الله هجيبها واخللها معاكم باذن الرحمن، لان ممكن على العيد تكون ده مش الموسم بتاعها، فانا هجيبها واخللها وعينها بقى في التلاجة طول شهر رمضان كده، عشان نخلل معاها فسيخ كمان وناكلهم كده بقى في العيد باذن الله. كل الفيديوهات دي هنزلها معاكم. شايفين بقى الجمال والحلاوة. بس يا ريت بقى نستكبر الفسيخ البوري كده عشان يديلنا لحم كتير، لانه طبعا بيخس. فاستكبري كده البوري اللي انت هتخلليه. لكن بصراحة انا يومها ما لقيتش مع الراجل اللي انا كنت بشتري منه البياع غير البوري الحجم ده. فبإذن الله لو جيت اعمله تاني هدور بقى على البوري اللي يكون حجمه كبير، يعني يكون ايه 2 في الكيلو 3 في الكيلو بالكتير. فان شاء الله. بس المرة الجاية بقى اللي طلع معايا، انا كنت اساسا خايفة استكبر واشتري كتير وكده، لان النتيجة ما تنجحش معايا ولا ينشف ولا لا قدر الله يدود ولا كده. بس الحمد لله النتيجة ابهرتني. ما تخافيش، هو بيطلع اول 3 ايام كده او اول 4 ايام ريحة، ما تخافيش منها خالص. انا كنت خايفة وبقول خلاص ده الفسيخ باظ، بس ايه بعدها ب3 4 ايام كده ما بتلاقيش، يعني الاسبوع الاولاني خلاص ما بتلاقيش ليه ريحة خالص. هو اول 3 4 ايام بس اللي بيطلع له ريحة كده في المطبخ مزعجة. شايفين بقى بعد ما نضفتهم ما شاء الله عملوا معايا كمية محترمة برضو. دول على فكرة كان نص كيلو بس، يعني الاتنين كانوا نص كيلو، يعني ما شاء الله فرطوا معايا كمية حلوة. فضلت اكل فيها كام يوم كده، وكنت مبسوطة جدا جدا ان هو نجح معايا بصراحة، لان انا بحبه قوي. وكنت ايه بروح اشتريه من بره، طبعا اسعاره غالية جدا. يعني انا كنت بجيبه كان الكيلو طبعا معدي 200 و300 وكده، فنعمله احنا في البيت وناكل حاجة نظيفة معمولة في البيت، ضامنين نظافتها وغسلينها كويس وعارفين متخللة ازاي ومحطوط لها ايه. شايفين بقى الحلاوة والجمال، اللون عامل ازاي، حاجة كده في منتهى الروعة. حطيت بقى عليه ليمون كده كتير، لان انا بصراحة بحب عليه ليمون كتير، بس هو ما كانش عايز ليمون ولا عايز حاجة خالص، يعني هو كان عايز يتاكل كده. كمان حطيت عليه كده 3 4 معالق زيت كده عشان يحفظوا لنا في التلاجة ويديله لمعة حلوة كده، وما يحصلوش اي حاجة في التلاجة مهما قعد. قلبنا بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده، وتحفظيه بقى في التلاجة وتاكلي منه كده براحتك بقى انت وايه، واللي بيحبوا الفسيخ كده في البيت. طبعا انا عارفة ان مش كل الناس بتحبه، بس اغلبية الناس يعني بتاكله وبتبقى مبسوطة.
عملنا بقى الفسيخ، تعالوا بينا بقى نعمل مع بعض التونة. التونة من الحاجات اللي انا بحب اعملها في البيت قوي. اولا موفرة، سهلة وبسيطة وبتخلص معاكي بسرعة. تعالوا بقى نشوف معانا ايه. معايا كده سمكتين ماكريل، بس اهم حاجة يكونوا النوع بتاعهم كده نضيف. غسلتهم كده وقطعتهم على 3 قطع زي ما انتوا شايفين. معايا بقى المكونات، معايا بصل، توم، ورق لوري، ملح، فلفل اسود، كمون، ونص ليمونة، ومعايا معلقتين 3 كده من الخل. في ميه بتغلي كده على النار نزلت كده بالبهارات اللي كانت معايا و... والخل كمان. واول ما بدأت ان هي تغلي كده نزلت عليها بالمكعبات اللي هي بتاعه السمك الماكريل. انا كنت مقطعه كل واحده كده على 3. بتنزلي بقى بيهم كده في الخلطه الجميله ديت، وتشم الروايح بقى والحاجه حاجه كده من الاخر الصراحه. بس بصراحه الكهرباء كانت قطعت في الوقت ده، فما عرفتش ان انا اصور لكم. بتاخد كده حوالي ساعه على النار، تكوني موطيه خالص النار. لو انت حابه توطي عليها، مش حابة توطي عليها عادي، هتلاقيها في 10 دقايق، لان السمك من الحاجات اللي هي بتستوى بسرعة. حابة توطي عليها النار وتسيبيها براحتها كده براحتك، حابة ان انت تعلي عليها النار وتكوني واقفة جنبها كده تراقبيها كل شوية براحتك برضو، حسب وقتك. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما خلصت عبيتها في برطمان، وطبعا بحفظها بالمية بتاعتها. معاها معلقتين كده من الزيت، كمان طعمها بيبقى احلى من بتاعه بره بكتير. كفايه ان انت ضمناها كده ومنضفاها ومش خايفه من اي حاجه فيها. حفظناها كده في الميه بتاعتها في التلاجة معاها زي ما انا قلت لكم معلقتين من الزيت، وبحفظها كده في التلاجة في برطمان او في علبة تلاجة حسب المتوفر عندك. واما بعوزها كده بطلعها اشيل منها الشوك وانضفها كويس، واهرسها كده بالشوكة معاها يعني ايه ممكن معلقة من الخل كده وعصرة ليمونة، حسب ما انت بقى بتحبي تعملي التونة ازاي. انا بحب احط عليها معلقة خل ونص ليمونة كده واهرسها كويس بالشوكة كده، وبتاكلها وبتبقى تحفة الصراحة، بتبقى جميلة قوي. وطبعا كلنا عارفين اسعار علبة التونة عادت عاملة ازاي بره، يعني عادت معدية ال30 وال40، وفي تونة عادت ب50. يعني نخلينا احنا كده في المتوسط ونشتري كده كيلو سمك ماكريل، هيقعد عندنا فترة محترمة جدا في التلاجة. على فكرة البرطمان ده قاعد عندي فترة طويلة قوي. بقينا مثلا لما نعوز نتعشى كده نحمر بطاطس ونقطع طماطم وخيار وحاجات من ديت وناكل منه، كان بصراحة جميل. برضو بقينا نتغدى منه مع الفسيخ وكده، فالحاجات دي موفرة قوي، بتقعد عندك في التلاجة فترة حلوة. كمان بحب انا اعمل حاجة حلوة قوي عشان تبقى ناعمة كده ما تبقاش ناشفة. بجيب معلقتين كده من المية اللي هي كانت مسلوقة فيها وحافظينها فيها في التلاجة، بحطها عليها كده واهرسها بالشوكة، بتبقى جميلة برضو. اهم حاجه تحفظيها في الميه بتاعتها عشان ما تنشفش منك، محدش يرمي الميه بتاعتها، حطوها فيها. عصرت كمان الليمونه كده، ويبقى معايا اجمل طبق تونه. وطبعا كنت عامله معاكم الفسيخ. جبت كده كمان الرنجه وبدات ان انا اخليها كده، وبصراحه كانت اكله تحفه. انا يعني من عشاق الاكلات ديت، وعملنا احلى اكله بصراحه. كان لازم الواحد ياكل الاكله ديت قبل رمضان، علشان بقى هنقعد الشهر بتاع رمضان ديت ما ينفعش فيها لا رنجة ولا فسيخ ولا حاجات من ديت. على العيد بقى بإذن الرحمن. خلصت التونة وغطيتها كده واحفظها في التلاجة. وتعالوا بينا بقى شوفوا الصينية بتاعتنا الجميلة ديت. دي كده بطاريخ الرنجة، هي كانت ناعمة بس كانت حلوة قوي. شايفين بقى الرنجة ديت عجبتنا قوي. الرنجة ديت كانت تحفة، ما كانتش حادقه ولا كانت زفره، ما شاء الله كانت جميله قوي. قطعت كمان خيار بقى وطماطم والفسيخ وجماله، وحمرت بطاطس بقى والخضره بقى والبصل، ولازم خس. وبالهنا والشفا على اللي كلوا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا. شايفين بقى الجمال. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والوصفات كمان تعجبكم وتنولوا اعجابكم يا رب. تجربوا الحاجات ديت وتقولي لي كده رأيكم في التعليقات. هنخليه كمان تاني على العيد، على العيد بإذن الله. هنخلي بقى في رمضان ان ربنا كتب لنا عمر بإذن الله، هنخلي تاني مع بعض في رمضان زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا مرميتش السفة بتاع الفسيخ، لو حد لاحظ السفة بتاع الفسيخ ده ما بيترماش، كلنا عارفين بيتعمل في ايه. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوني في فيديوهات تانية كتير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.